هاي جماعة الكتاكيت ويا الوز. قلت خليني أشوف، بس الظاهر فعلا إنه الوز ما يقبل أحد وياه، لأن دا تصير معارك. ما أدري هسه هذا مؤذي لهاي الكتاكيت. طبعا هاي راحت الكربلة زيارة، وهناك يجوا هذول بالسيارة يبيعون، فأخذت هاي. يمكن والله يمكن لازم يكون تكلنا والله قدرا له. والله هذني طبعا بالمناسبة هذني كلهم دجاج، نصيحنا الدجاج مصلحة. هذا الأبيض لأنه لقيت واحد عنده كية اجى يبيع، فأخذتهن من عنده، وإن شاء الله راح أخذ أكثر. والوزات أخذت 5 فحل و4 نتاية. شوف هاي المعارك تصير، هاي معارك لو شقة لو لعب والله ما أدري، فلازم يمكن لازم أطلعهن، ولا هاي خاف تصير مذابح، هاي خاف يتكاتلم، لأنه هاي صغار هذني، يعني الكتاكيت صغار حيل. يمكن أيام، صار 3 أيام 4، فإذا خاف يتكلنن يعني يموتن، يعني مو بس أشبه باللعب. بس بدأت معركة أخرى. والله هذين الكتاكيت والله وقحات. شنو هاي؟ والله ما متوقع. تتمردل. طبعا راح أراقبهن، لأنه هذه إذا مهما يكون الوزات أكبر من الكتاكيت مهما يكون، فخاف يتأذن. بس هسه بس ردت أشوف الألفة بيناتهم، يا ترى يتآلفن أم ما يتآلفن. والله الظاهر ما يتآلفن. يعني على هاي الوزة شوف شلون تقول نايمة على البلاج، ما شاء الله. النومة الحلوة يا عيني. شوف هذا ليش تحاركن ورا الصوبة. تعال هنا، تعال تحاركن. أنا وش النعل. تعال خلي تصير بالتوافي. اي مو تروحن وراء الكواليس. طبعا اللي لاحظته من هذين الوزات ال5، شوف هذا اللي نايم المفروض انه هذا فحل، المفروض بدي اشوفه متآلف هواي ويا الكتاكيت، يعني ما ينقرهن ولا يضربهن هاي. بس هذا لا، هذيك اللي يم الحايط. هسه هذاك ماكو شيء، يعني طايح لندق، فهذاك معناه انه هذاك فحل. هو المفروض هذا فحل، هذا الاسود، هذا المرقط او الاسود، هذا المفروض هذا فحل. بس ما يتعارك وياهن، هذاك اخر واحد هو اللي يتعارك وياهن. على كل حال خلينا نشوف، هي تجارب، خلينا نشوف. شوف الفطرة سبحان الله، شوف الفطرة. هسه هذا طالع من بطنه، العفو من البيضة. هسه ما ادري كنت تبحش بالتراب. شلون تبحش بالتراب؟ من اللي يعلمك؟ هاي شوف شلون رجليه، كل رجل سنتيمين ويبحث بالتراب. شو معرفه شلون عرف. فهذه الفطرة سبحان الله، الله سبحانه وتعالى علمنا هاي الشغلة. هنا عندنا بالعراق إذا واحد شوي فقير أو جبان أو يعني من هذول مو شرانين، نقولوا له روح انت كأنك دجاج مصلحة. والله يا عم هاي دجاج مصلحة، لا والله وكح.
بس هذني يتعاركن ويا القطوط أو ويا الوزات، يعني عركات يعني. شوفوه تقول عبالك يعني فعلا يدافع عن نفسه. الوقت طبعا هذني يوم جبت 32 واحد. ثاني يوم واحد مات لأنه ذنبي أني خليت شوية المي يعني بآنية عميقة شوية، فهذا شات بالمي وتبلل وأنا ما منتبه له، رأسا جمد ومات. استلحقتهم رأسا بالصوبة هاي النفطية، شغلتها يومهم ولقيت تقريبا 3 أو 4 يعني تقريبا 99% شبه ميتات. استلحقتهم بالصوبة، خليت يمهم الصوبة وتركته. والله زين يعني، راحت لي نص ساعة جيت لقيتهم مصحصحات ويفترن ما شاء الله. إذا النصيحة واللي هاي بدون نصيحة معروفة. بالأوقات الباردة لا تخلون مثل هاي الأحجام، لا تخلوها أبدا بدون تدفئة. لازم مكان دافي، ويا ريت لو دفاية ولو شيشة واحدة، سايد دفاية شيشة واحدة. وخليت لهم كرتونة، وهاي الكرتونة زرفتها هيك، هاي زرفتها حطهن بالكرتونة بالليل وأغطيهن بهذا الباب مال المبردة. تلقون كل المتجمعات يم الزروف، هاي الثقوب مال الكرتونة مصادرات، تقول عبالك شنو دومنا. فالحمد لله والشكر. هسه لحد الآن هن صار 3 أيام رحمة من الله. حطيتهن بلت، هذا دائما الأكل موجود يمهن، خبز مبلل هم نشف، مو يعني نشفته وإنما ما خليت بيه مي، صار خبز مبلل وطلعت له إياه شوية يعني ياكلن وزينات الحمد لله والشكر. وإذا الله راد أنا وصيت على بعد أكثر من هذين الكتاكيت، لأنه بصراحة وهذه لحد يستغرب أنا رحت الكربلاء وإجا هذا أبو الكيا وأقفاص عدة. تخيلوا إنه يبيع 15 كتكوت ب1000 دينار. طبعا يعطي وياه 1 2 يعني أخذت 17 ب1000 أو 16 ب1000. طبعا هو يعطي يعني لو أقول له اعطيني 2 على 1000 يعطيني 17 ب1000. فوصيت بعد إنه أشتري لي ب5 أو ب10,000 دينار، يعني فد 150 كتكوت راح أجيبهن وأخليهن بغرفة هنا من الغرف بهذا البيت اللي أنا ما ساكن بيه يعني، وخلي لهن دفايات وخلي لهن فد 150 كتكوت، واجيب لهن بليت واجيب لهن هذا. الآن بس أريدهن ينشفن، لأنهن بس ينشفن يصير عمرهن مثلا فد 15 يوم بعد ما نخاف عليهن وقوم أطلعهن براحتهن، مو أطلعهن برا بس يعني براحتهن بعد يتعدن مرحلة الخطر. هسه إن شاء الله بس هسه أعمارهن ما يقارب 4 أيام أو 5 احتمال، يعني 4 أيام 5. راح أجيب لهن اللقاح بعد 5 أيام، أجيب لهن اللقاح أخليهن كلهن ويا الدجاجات كلهن، هم أعطيه اللقاح مرة ثانية وأعطيه اللقاح مرة ثالثة ورابعة. المهم أريد أحافظ عليهن، ليش لا؟ وإن شاء الله بها الخير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.